التجاذبات السياسية وما تعرفه قضية وحدتنا الترابية، ما تعرفه قضية وحدتنا الترابية من تطورات، أقمنا هذا المعرض والذي نريد به أولا وقبل كل شيء أن يكون معرض ضد أعداء وحدتنا الترابية، أي إبراز الذاكرة القضائية للصحراء المغربية. من جانب آخر وهو أن المسار السياسي التي عرفته قضية وحدتنا الترابية من دبلوماسية ومن مناورات سياسية ومن تدخلات لأطراف المجتمع الدولي، آثرت على نفسي وآثرت هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة القضاء ومحكمة النقد بالضبط على أن نضع هذا المعرض أمام الباحثين والمهتمين والسياسيين والمثقفين كدليل قاطع، وأن معركة الوثيقة ومعركة المخطوط هي أجدى وأجدر بأن تحل هذا المشكل بغض النظر عن كل التجاذبات السياسية. ولدينا من الدلائل ما يكفي، وهي وثيقة البيعة الشرعية، والتي هي أمام يدي البيعة الوحيدة التي بقيت أو الحلقة المفقودة في إطار البحث عن البيعات لساكنة الصحراء. نجد هذه البيعة المؤرخة سنة صفر الخير عام 1299 الموافق ل 1880. والبيعة كما تعلمون هو عقد اجتماعي ملزم شرعي ملزم لكل من بايعوا لمن بايعوا، أي أن سكان الصحراء هنا ممثلين بجميع القبائل وبجميع الأعيان وبجميع من كانت له أي سلطة آنذاك ممثل في هذه البيعة، التي هي بيعة شرعية موثقة من طرف قضاة معروفون ولهم مصداقية، خاصة القاضي الكبير محمد يوسف بن عبد الحي الرقيبي التهالي، بأسلوبها وبتميزها وبحتى تاريخها وبالمنطقة التي أقيمت فيها. هي بيعة شاملة وكاملة وتبين لنا مدى ارتباط هؤلاء الناس والحقوق التي على السلطان تجاههم والواجبات والحقوق التي عليهم تجاه سلطانهم.